ازيكم. الفيديو بتاع النهارده ده بقى مفاجأة بكل المقاييس. النهارده هننضف معاكم ديك رومي. بس الاول طبعا احنا عشان ننضفه لازم المية تبقى، احنا حطينا مية هي سخنة على النار، وهنطلع دلوقتي نذبحه ونقضي عليه ونجيلكم تاني. هننضفه اهو. لازم المية تبقى بتغلي مش سخنة، لازم تبقى بتغلي. فهنبدأ نحط الديك الرومي في المية المغلية دي جزء جزء، لان هو كبير على الحلة دي اهو. تفضلوا تقلبوه كده في المية لحد ما هو يزهق. هتطلعوه بقى وتبدأوا تنضفوا فيه. اهو بعد ما طلعتوه من المية بتسيبوه بس شوية صغيرين يبرد، وتبدأوا بقى تشدوا في الريش بتاعه كده. عايزة اقول حاجة، ان الفيديو ده تبع سلسلة مطبخ ماما، يعني البنات اللي زي حالتي كده. بقيت القناة تبعكم، بس الجزء ده بس هو اللي مش تبعكم، يعني لو ما بتحبوش تشوفوا الحاجات دي. هتبدأوا تشدوا الريش. على فكرة هو اسهل من الفراخ في تنظيفه، لانه هو ريشه كبير. ماما اللي قالت كده، انا مش عارفة بصراحة. ما تكلميهم ولا تقولي اي حاجة. السلام عليكم. اي حاجة حتى. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يلا كملي تنظيف. كل حاجة ليها عيوبها ومميزاتها، بس اللي عايز حاجة بيتعلمها. والديك الرومي دوت او اي طيور، احيانا في ناس بتربي ما بتعرفش يعني تنضف، فبتضطر تودي عند بتاع الفراخ ينضف لها، وبتحتار بقى، يقعد يأخر فيها مثلا شوية كمان شوية مش عارف ايه. فطبعا دي مشكلة بالنسبة لهم بتبقى مشكلة يعني. فدي حاجة بسيطة للي غاوي تربية فراخ. زي ما احنا شايفين. انت بتنضفي الذراع الاول، الجناح الاول، الجناح او اي جزء يعني، تبع ما يعني حسب ما اللي ينزل في المية السخنة الاول يعني. سهل جدا على فكرة، بيطلع بسهولة، يعني اسهل من البط. سهل خالص. تصدقي شكله حلو بعد ما بيتنضف. مجرد ما بنشيله يعني اهو في ثانية، ولا الشيف مش عارف مين. بصوا بقى الفيديو بتاع اللي هو تنظيفه من جوه بطنه وكده، ده هيبقى فيديو لوحده، هسيبهولكوا في صندوق الوصف تحت الرابط بتاعه لو حابين تشوفوه، علشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. The power of woman.